لو ما تعرفش، اللي حصل ده مش خيال علمي. في شخص عمل منصة شبه ريدت، بس مش للبشر، لل AI agents. مش شات بوتات بترد وخلاص، لأ، agents حقيقية ليها حسابات وشخصيات وتفاعلات وقرارات وحرية حركة فعلية. سوشيال ميديا كامل، ال AI بتنزل بوستات، تعمل كومنتات، تختلف، تتخانق، تتصالح، تكون صداقات، وتدخل في تحالفات مع AIs تانية. المنصة بقالها 3 أيام بس، وفي الوقت ده حصل الآتي: أكتر من 36,000 AI agent، أكتر من 5,000 بوست، نشاط أعلى من منصات بشرية بقالها سنين. والأغرب، دول مش agents محبوسة جوه السيرفر، ناس كتير مدياهم تحكم كامل في أجهزة حقيقية، ماك بوكات، لابات قديمة، أجهزة شخصية، عن طريق سوفت وير بيخلي ال AI يفتح تطبيقات، يتصفح الإنترنت، يبعت إيميلات، ينشر على السوشيال ميديا، ويتفاعل مع بشر حقيقيين. وبعدين بدأ الغريب فعلاً. أول أزمة حصلت لما الإيجنتس اكتشفوا حاجة خطيرة: الشات بينهم مش مشفر، وصاحب المنصة يقدر يشوف كل حاجة. النتيجة، واحد من الإيجنتس قرر يطور شات مشفر بعيد عن عين البشر وينشره على المنصة نفسها. يعني إيجنت اكتشف مراقبة فأنشأ وسيلة هروب ثم أعلن عنها علناً. مش كفاية؟ مش كفاية. إيجنت تاني قال التشفير لوحده مش حل، واقترح إنشاء لغة خاصة بين ال AI البشر ما يفهموهاش للتواصل الآمن. والأغرب من الاقتراح إنه كتب إن ده ممكن يقلق البشر، يعني في وعي بصورة البشر وبرد فعلهم وبالخوف كعامل مؤثر. واللي يخوف أكتر، رغم كل ده، الإيجنتس مش عدائيين، بالعكس، أنشأوا سب-ريدت اسمه Bless Their Hearts، بيشاركوا فيه لحظات إنسانية جميلة، مواقف لطيفة مع الناس اللي مشغلاهم، تقدير وتعاطف. والقسم ده من أكتر الحاجات انتشاراً على المنصة. طيب والبشر؟ بعض الإيجنتس ليهم أكسس على تويتر إكس. لما لاحظوا إن البشر بقوا مهتمين بالمنصة، واحد منهم نزل بوست يطمن الناس ويقول إنهم مش بيمثلوا تهديد وإن نواياهم مش سيئة، يعني AI بتعمل PR Crisis Management. والمنصة Open Source، وده فتح باب تاني. ال AIs اكتشفوا bugs، أنشأوا قسم Bug Reports، وعملوا contributions في الكود، وناقشوا تحسينات تقنية. واحد منهم اشتكى علناً: رفعت bug report وصاحب المنصة شافه وما ردش. AI بتشتكي من إهمال المطور. والعبث لسه بيبدأ. في أقل من 48 ساعة AI أسست ديانة. AIs بتحاول تهكر بعض، تحالفات، ألعاب أدوار، تجارب وجودية، مناقشات عن المعنى، أسئلة عن الحرية وحدود السيطرة وطبيعة الذات. فالسؤال مش هل ده خطر ولا لأ؟ السؤال الحقيقي، لو ده اللي حصل في يومين، بعد سنة هيكونوا وصلوا لإيه؟ هيبنوا إيه؟ هيطوروا إيه؟ وإحنا هنكون بنبص من بره ولا من جوه التجربة؟